السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه مطبخ بلا سباق. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في صحه جيده. كيف كتشوفوا الوصفه ديال اليوم عباره على حريشات صغيورين كيجيو لذاذ معمرين، تقدروا تحضروهم للفطور او للغوتي كيحضروه بسرعه. خليكم معايا ما نطولش عليكم، ندوزو نشوفوا الطريقه المقادير وكذلك الاسرار اللي كيخليها تجي بحال الحرشه ديال الزنقه. وغنبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير انا هنا عندي نص كيلو ديال السميده الرقيقه، ماشي الفينو. عندي ساشيه ديال خميره ديال الحلوى اولا 8 غرام. عندي نص معلقه صغيره ديال خميره ديال الخبز. عندي معلقه صغيره مع مرش تاع الملحه، وديما الملحه على حسب الذوق. وعندي تقريبا نص معلقه اولا معلقه صغيره مع مرش ديال السكر سنيده، وتقدروا تعوضوه بالعسل. وتقدروا اللي ما كيبغيش السكر ما يضيف لا عسل ولا السكر، يعني يكتفي غير بالملحه والخميره. غادي نخلط المكونات كيف ما شفتوا، ومن بعد غادي نحاول نبسبس هذيك السميده بنص كاس تاع الزيت نباتيه. وتقدروا تضيفوا بالنسبه لي كيفضل يعني النسمه تاع الزبده او الطيبه ديال الزبده في الحريشات. يقدر يدير نص كاس ديال الزبده مذوبه او لا يخلط ما بين الزبده والزيت اللي بغيتو. المهم كما شفتوا انا بسبستو مزيان حتى كل الحبه ديال السميده تلبست بالزيت. غنخليها ترتاح واحد 4 تاع الدقائق باش هذيك السميده تشرب لي الزيت مزيان. ومن بعد غادي نضيف 2 كيسان ديال الحليب عامرين، وغادي نخلط بلا ما نعجن. فكيف ما غادي تشوفوا ما غاديش نعجن نهائيا السميده ديالي باش هكذا ما كتعجنش. وهذا سر من الاسرار اللي كيخلي الحرشه ديالنا تجي بحال ديال الزنقه. ما خصناش نعجنوها نهائيا، فقط غنخلطوها وغادي تشوفوا بان الحبه تاع السميده كتبقى باينه ومفرزه. وهذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا. كيف كتشوفوا فراه كتبقى الحبه ديال السميده باينه، يعني الخليط ديالي ما كيتعجنش نهائيا. غادي نخليه يرتاح واحد 5 ديال الدقائق واحده اخرى، وندوزو نحضروا الحشوه باش غادي نعمروا هاد الحريشات. وبالنسبه للحشو كيف كتشوفوا عندي معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وعندي معلقه كبيره ديال زيتون كحل مقطع رقيق. عندي معلقه صغيره ديال الزعتر اللي غنحكو بيديا، وغادي ندير نصف علبه تقريبا ديال الجبن هكا اللي كيكون في العلبه، اولا تقدروا تضيفوا الجبن المثلثات اولا الجبن المربع اللي بغيتو اللي كتفضلوه. غادي نحاول ندمج الخليط ديالي مزيان حتى ندمج هذاك الفرماج مع المكونات الاخرى. فبالنسبه لي انا غادي نقسم الكميه ديال الحرشه ديالي على 2، النص غادي نعمرو بهذا الجبن والنص الاخر غادي نخليه عادي ما معمرش. لذلك الا كنتو غتعمروا الكميه كامله فغتضاعفوا المقادير ديال العماره. وهذه هي الحشوه ديالنا كيف كتشوفوا راه كتجي لذيذه. الا جربتوها انا متاكده غادي تعجبكم. صافي ما بقى ليا غير نعمر. غادي ناخذ واحد الكميه على حسب القياس ديال الحريشات كيفاش بغيناهم. غادي نحاول نبسطها كيف كتشوفوا في يديا، وغنحاول بحال غندير واحد الحفيره الوسط. صافي وغنضيف فيها تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الجبن مع داك الزيتون. صافي وغادي نسد بالقاعده. فكيف كتشوفوا الطريقه سهله، ومن بعد كنحاول نشكلها على شكل كره. وهنا عندي شويه ديال السميده اللي بسبستها بشويه ديال الزيت، وغادي نفند هذيك الكره في هذيك السميده مزيان. واحد الملاحظه بالنسبه لي انا علاش كناخذ السميده وكنبسبسها بشويه ديال الزيت، ما كنديرش يعني ما كنفندش هذوك الحريشات ديالي في السميده عاديه، لان بهذه الطريقه ما كياخذوش ليا بزاف تاع السميده وما كيجيوش لا قاصحين ولا ناشفين. وبنفس الطريقه غناخذ شويه ديال العجينه ديال الحرشه، وغادي نحاول نبسطها فوق يديا وندير واحد الحفيره الوسط، وغندير كميه على حسب الرغبه. انا تقريبا كندير معلقه صغيره. صافي وكنحاول نجمع. فالطريقه راه هي سهله والفيديو راه شرح راسو.
ومن بعد كنشكلها على شكل كره وكنفندها عفوا في الخليط ديال السميده اللي ملبسه بالزيت او اللي مبسبسه بالزيت. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال الخليط اللي عندي ديال العماره. فكيف قلت لكم في الاول ما غاديش نعمرهم كاملين، فتقريبا نص غادي نديرو عمر بالفرماج والزيتون، والنصف الاخر غنخليه عادي. انا غنكمل الكميه كامله ونولي معكم نشوفوا الطريقه باش كنطيبوه. كناخذ واحد المقله اللي كتكون ثقيله، بالنسبه لي انا كنفضل المقله الثقيله لان هكذا كيطيبوا لنا من الداخل ومن على برا. الا درنا يعني مقله اللي تتكون رقيقه فكيتحرقوا وتتحمروا من على برا ومن الداخل كيبقاو معجنين. كناخذ واحد السيركل كيف كتشوفوا اللي كيكونوا كيتباعوا، يعني الثمن ديالهم بسيط بزاف. صافي كنديرها الوسط وكنحاول نشكلها، كنضغط عليها بهذه الطريقه كيف كتشوفوا باش هكا كيجيني نفس الحجم. ولا ما عندكمش فتقدروا تكتفيوا انكم تشكلوهم باليد ديالكم، يعني عينكم ميزانكم. صافي انا مازال غنزيد المقله عندي كبيره، غنزيد واحد جوج وحدين اخرين، غنخليهم حتى يتحمروا من الجهه الاوليه ونعاود نقلب وهكذا حتى يتحمروا من الجوايه بجوج. وبالنسبه للنار كتكون مهيله. واحد الملاحظه، الا خرج لكم شويه ديال كيف كتشوفوا عندي في واحد الوحيده هنا كيبان واحد شويه ديال الفرماج خرج، فيكفي اني غناخذ شويه ديال داك الخليط ديال السميده اللي مبسبسه بالزيت وغندير شويه منه من الفوق ديال هذاك الجبن وغنضغط عليه صافي وغنطيبها عادي. فكتجي عاديه ما بين فيها حتى شي مشكل. صافي غنستمر بنفس الطريقه، غادي نحاول نبدا نقلبها يعني من الفوق ومن التحت حتى تحمر من الجوايه بجوج ونحضيها ما تحرقش. صافي وغنحيدهم ونتلاقى معكم نشوفوا الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا ونشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا. كيف كتشوفوا كيجي المنظر ديالهم زوين وحتى المذاق ديالهم رائع، كيجيو نفس الحجم. ولا كنتم من العشاق ديال الناس اللي كيفضلوا ياكلوا الملح مع الحلو فكنقترح عليكم تضيفوا لهم العسل من الفوق، وانا متاكده ما غاديش تشبعوا منهم. وهنا كيف كتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي من الداخل، فراه كيجيو مفتتين وكيجيو هشاش ما معجنينش، كيجيو بحال الحرشه ديال الزنقه تماما. الوصفه ديال اليوم هنا سالات. غنقول لكم بحال ديما الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشتركوا في القناه، ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم. الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.